النهاردة هنبدأ أول حكاية من حكايات مصر القديمة. وأول سؤال مهم جدا، هما ليه المصريين القدماء بنوا الأهرامات؟ زمان قوي في مصر كان بيحكم ملوك اسمهم الفراعنة. كانوا بيؤمنوا بحاجة مهمة جدا، إن الحياة ما بتنتهيش بالموت، إن في حياة تانية بعده. وعشان كده لما الملك كان بيموت كانوا بيجهزوا له مكان كبير جدا يدفنوا فيه، والمكان ده كان لازم يكون قوي جدا، آمن ومش بيتأثر بالزمن، ويحفظ جثمان الملك وممتلكاته. ومن هنا جت فكرة الهرم. الأهرامات كانت بالنسبة لهم زي بيوت أبدية للملوك، عشان يعيشوا فيها في الحياة التانية حسب اعتقادهم. وأشهر الأهرامات هي اللي موجودة في الجيزة في مصر، وبقالها آلاف السنين ولسه موجودة لحد النهاردة، وده في حد ذاته شيء مدهش. وعشان كده العالم كله بيسأل لحد دلوقتي، إزاي حضارة من آلاف السنين قدرت تعمل حاجة بالحجم ده؟ وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة أغرب بكتير، إزاي الأهرامات دي اتبنت بالحجم والدقة دي.